وحاطه هي يا اتاي وحاطه الماء، هو الله اعلم انا ما عقلتش. قالت البنت اما جايب المسمن ولا جايب الحرشه وجايب معاه الفروماج. قالت لك جلسنا وبقاو كيدويو معايا على الزواج بحال هكا. قالت لك صافي واحد شويه ناضت الاستاذه خرجت وزات مع هذاك المسمن ولا الحرشه ولا شنو هو وزات الفروماج وخلاتهم بجوج وردات عليهم الباس على الغرفه. قالت لك هذيك الساعه بقيت باركه انا وياه، عطاها اتاي شربت. قالت لك اتاي، قالت لي في هذيك الساعه امي، قالت لي في هذيك الساعه انايا قالت لي بحال ضرني راسي وتقال ما بقيتش عقلت. المهم شي فتره الله اعلم شحال بقات، حيت اصلا 6 ونص الثاني كيعقبوا يدخلوا الوليدات. فاقت البنيه لقات راسها محيدين لها حوايجها ولقات راسها في واحد الحاله خايبه. لقات راسها عريانه في دار القرآن. لقات راسها محيدين لها اللباس ديالها كامل ولقات راسها في واحد الحاله خايبه. تما فين هو يبدا كيشوف فيها وقال لها شوفي خديجه ما تخافيش راه غنتزوجوا راه غادي ناخذك وداك الشيء. يعني فضل البكره ديالو وهي في السن ديال 13 عام 14 عام 13 عام 13 عام. صافي قالت لك امي لبس حوايجو هبط خرج. قالت لك نوض عند الاستاذه بديت قالت لها استاذه، قالت لها راه عادي بحالو، قالت لها راه عادي راه اصلا راه غادي يتزوج بك، راه فلان راه غياخذك. صافي الغد وملي بغات ملي وصلت 8 ونص باللي غنجي نديهم، قالت لك هي يعني الدريه دايما تحت واحد الضغوطات ديالها، وانا هذه هي اللي كنسطر عليها وكنبغي نقولها ونزيد نقولها ان هادشي كله وقع بالسبب ديال هذيك خيتنا وتحت التهديدات ديالها. هي اللي كتهدد البنت، هي اللي بقات كتقول لها شوفي المشرفه ديال دار كتقول لها شوفي راه خرجت هاد الهضره غادي بنتي راه ما غاديش يعجبك الحال انت ولا عائلتك وراه حنا بزاف. صافي البنت سكتات. الغد اللي قال لك جا الغد اللي ثاني جا نفس الوقت نفس التوقيت نفس العمله دار عادي مارس معها عاوتاني في دار القرآن. في نفس الغرفه في كل شيء ناض مشى بحالاته صافي عادي. من تما قالت لك غبر، قالت لك صافي ما بقاش رجع حتى شهر 5 ديال 2028. شهر 5 ثاني تعاودت العمليه ديال الاغتصاب ديال البنت 3 المرات في شهر 5 ديال يعني بحال تقولي 5 المرات. هادشي اللي كتقول البنت 5 المرات تمايا. صافي من تما غبر ما بقاش جا. قالت لك البنت ما بقاش جا. من بعد شهر 11 ديال 2023 توفات الزوجه تاعو. توفات الزوجه ديالو هي الدريه باش ملي بدات كتكبر وبدات يمكن كتعرف هادشي اللي بدات كتشرح ليا دابا، حيت الدريه حتى هي بحال واقع لها شي صدمه. ولكن حسب ما قلتي لي قلتي انها كانت في الليل كتهز لك التليفون تخبيها. انا غاديه معاك. دابا بحال وقعت لها شي صدمه. من بعد ملي وصلت الدريه لهاد السن ووصل ناضت البنت هي اللي هزات خدات شي تليفون، واش في اول مره واش ديالي ولا ديال صاحبتها، قلبت على الفيسبوك ديالو دخلت عنده كتقلب عليه، قالت لي هضرت معاه وداك الشيء. صافي تما بدات ثاني العلاقه هي وياه. يعني البنت قالت لك انا درت. انت اكتشفتي انك تدوي وياه دابا شي شهر و10 ايام فين اكتشفتها. اكتشفتها بانها جات عندنا اختها، حيت اختها مزوجه، اختها الكبيره جات عندنا اختها. ملي جات يعني اختها عندها 2 تليفونات، اختها عندها 2 تليفونات وخوها الكبير كان خاسر لي التليفون. ملي كان خاسر لي التليفون انا قلت لبنتي الكبيره عطي لخوك التليفون ديالو، قلت لبنتي الكبيره عطي لخوك التليفون يخدم بيه انا ناخذ لي التليفون راه ما عنديش. هذاك الشيء اللي دار. دابا الدري خدا التليفون بقى الجيمايل محلول هنا محلول هنا. ناضت هي الدريه بالليل هزت التليفون بدات كتراسل معاه في الميساجات داكشي اللي كيكتبوا هما كيطلع عند خوها. يعني قلتي هي كانوا كيصيفطوا شي حوايج يعني خايبين شي حوايج كيكتب ليها وشي ميساجات لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. تما فين هذا هو السبب باش حنا اكتشفنا. الغد اللي عيط عليا ولدي قال لي راه امي راه كاين هاكي. ماشي تصدمت. الصدمه الكبيره انا ما كنتش عارفه ديك الساعه اغتصاب. كنت كنسحبها انا في الاول كنت كنسحب غير براوات وكنت كنسحبها رسائل ولا شي حاجه. من بعد صافي حتى ولات كتقول لي ديني عند البوليس. ملي جاتها كنتفاجئ بهذه المصيبه الكبيره ديال ان الدريه تغتصبت وان الدريه كتبقى ديما تحت التهديد ديالها. هي فعلا بنتي كانت كتدخل وتخرج في الهضره ولكن تحت الضغوطات تحت التهديد ديال السيده. درت شكايه ديالي عند البوليس دزنا من عند البوليس وجينا حيت قلتي ملي ريحنا في المركز الامني ان الدريه شدا واحد لقطه العصب وقالت صافي انا غنعاود كل شيء للامن. لا هذيك الساعه ملي كانت دخلت عندي واحد لا من بعد في الاول حيت البنت ما كانتش خايفه من هذيك المشرفه بلا ما نذكر الاسم ديالها. كانت خايفه منها كتقول غير هو وخايفه منها هي. من بعد وهي تجي عندي واحد صاحبتها جات عندي من دار القرآن. قلت لها شنو بغيتي؟ قالت لي جينا نسولوا على خديجه. قالت لي نسولوا على خديجه. انا هذه القضيه كنركز عليها وكنقولها وكنتحمل مسؤوليتها. لا البنت قالت لي جينا نشوفوا البنيه
وانا نقول لها، قلت للدريه الاخرى صاحبتها، قلت لها واش هادشي كيرضي الله اللي كديروا وكتفعلوا؟ وهي تقول لي هاكا. قالت لي الدريه الاخرى، قالت لي خاطيني يا خالتي انا من هادشي، انا بنتك عطيتها التليفون غير 2 مرات هضرت معاه، سولي فلان استاذه فلانه، يعني الدريه الاخرى جبدت تما فين ظهرت بيا الدنيا. قالت لي البنت الاخرى هزي حوايجك وخرجي بعدي مني، ما تعاد بنتي صافي زيرتها. قلت لها غتقولي شنو اللي كاين صافي تما فين الدريه. ما نكذبش عليكم، ضربتها، ما حيت في الاول ما كنتش ضربتها زيرت معاها، خدمت معاها العصا وداكشي ضربتها. من بعد صافي وهي تقول لي امي انا اصلا هادشي مالي اشنو مشى ليا فيه، انا غنجبد كلشي وغنقول لي عندي كلي. هي فاش صافي وهي تقول لك راه وقع، هي فاش قالت لينا قالت لك راه وقع. واليوم انايا انا اللي غنقول لكم، وانا كناشد محمد السادس، كناشد سيدنا، كناشد الحموشي، كناشد جميع الحقوقيين، كناشد راه والله العظيم على القلب ديالي والله ما بقيت كناكل ولا كنشرب ولا كنعس والله العظيم وربي يشهد انا ما في قلبي. وحاجه اخرى، انا دار القران راني انا يعني ما بيني وبينهم حتى شي حاجه، حيت هما ناضوا سمعتو كيقولوا انا علمانيه. انا والله العظيم يشهد لي الله انني اخت كنتوضا كنصلي كنسجد الله. لا ما عليك والو، راه خاص الناس المسؤولين انهم خاصهم يتدخلوا في هذه القضيه هذه. راه كيفاش دار القران تمارس فيها دار القران. دابا غنقول واحد الكلمه ديال ان دار القران ولات وكر للدعاره بسبب هذه السيده هذه اللي دخلت بنت عندها 13 عام، ما بين 13 و 14 عام، وكشطيها الطالب يمارس عليها. انا بغيت غير هذيك السيده وهذاك السيد تشد لي فيهم حقي، انا هو الحاجه الوحيده. واليوم الجمعه كنطلب الله سبحانه وتعالى هو يبين الحق، وكنطلب من السيد حموشي حقك ان شاء الله. شوفي حقك ان شاء الله غتاخديه. شوفي شي اللي ما خديتيش في الدنيا غتاخدي عند الله سبحانه وتعالى. سدينا، ولكن راه بغينا المسؤولين انهم يجريوا واحد التحري ديال الدار القران اللي كتواجد في الخياري، انه راه مابقاش دار القران، راه ولات وكر للدعاره. ملي كتولي وحده شريفه في دار القران وكتجيب دريه عندها 14 عام 13 عام وكتعطي لواحد يمارس عليها في دار القران، راه خاص اقصى العقوبات. وانا اتحمل كل كلام اللي كنقوله دابا. الكلمه الاخيره ديال الناس المسؤولين، انا كنطلب من الناس المسؤولين، وعندي واحد الثقه كبيره في القانون، وكنوجه لسيدنا وكنوجه للجمعيات وليكم وكل شيء. بغيت شي حاجه، بغيت حقي وحق بنتي يبان. هو ان دابا راه هو مطلق سراح مؤقت، رغم اننا راه كاينين الرسائل، كاينين عندي اوديو، عندي رسائل ديالو رد فعل من البوليس بانه كان كيكتب للبنت، عندي ابيل ديالو هو خديتها كانت دوات البنت معاها، هو جابت فيها وحدين اخرين بالاسماء ديالهم بلا ما نجبدهم انا. حتى داك الشيء القانون اللي غيجبد هذاك الشيء. يعني عندي بزاف الحوايج اللي كنطلب، هو حقي وحق بنتي. والله يجازيكم بخير ان شاء الله. شوفي حق غادي تاخذوه، وكنشكروك. دابا غادي ناخذوا معنا السي حسن حاتمي اللي غادي دابا يتفضل عندنا. واخا من الناس سي حسن صافي دابا وقفينا حد الناس. تفضل السي حسن. السلام عليكم. عليكم السلام. سي حسن، انا كنعرفك شخصيا، الناس اللي كيتفرجوا دابا الاسم والصفه ديالك والسبب اللي جيتي وقفتي مع هذه السيده هنا. اولا تحيه لكل المشاهدين والمشاهدات الكرام اللي قناه شوف تي في. حسن الحاتمي رئيس الجمعيه المغربيه من تقيس ارضي للدفاع عن الحقوق والحريات، جمعيه وطنيه. هاد السيده هذه تواصلت معنا مؤخرا تقريبا شي 14 يوم ولا 15 يوم، وخبرتنا بان عندها واحد البنيه تمارس عليها الجنس والاغتصاب وكذلك فض البكاره. سي حسن اسمح لي غنسولك سؤال واحد. ملي سمعتي الاغتصاب وسمعتي دريه عندها 14 عام 13 عام، ديك الساعه شنو قلتي؟ اولا بعد سمعت هذا الخبر بصراحه انا ما صدقتوش لدرجه ان انا قلت لها بعد ما جات عندنا الجمعيه المقر، طلبت منها باش ترجع الغد وتجي عندنا وتجي هي والبنيه ديالها ونتصنتوا لها عاوتاني. بالفعل كانوا معايا بعض الاخوان ديالنا اعضاء ديال الجمعيه، جات جلست معنا ونفس الكلام. وتصور انا من بعد ما كانت كتكلم معنا سجلتها، ونفس الكلام اللي جات الغد وكنت كنطرح عليها بعض الاسئله، واسئله ربما اسئله كنت كنطرح عليها اسئله ربما اسئله تحقيق ديال التحقيق، يعني مجموعه ديال الاسئله. وكانت تبان لي بان للام وللبنت متثبته بالاقوال ديالها وصادقه في الاقوال ديالها. لاننا نحن كحقوقيين الان الوقوف ديالنا والمجيء ديالنا ان خبرتنا غادا تجي لنا المحكمه وغتاخذ ربما شي محضر ديال البوليس، وحسب الاقوال ديالها ان شي واحد مسؤول قال لها مازال ما عندكش حق تاخذي المحضر.
المهم هي الان علاش دارت هذا سمو داك الشيء اللي تكلمت معاه في الكواليس، من اجل توصل الرساله ديال الراي العام والمسؤولين، وتعرف باننا نحن في دوله الحق والقانون، نحن في دوله المؤسسات، نحن في العهد الجديد. يعني هذا لكن الدوله كدوله يجب التحقيق واعاده التحقيق، ونطالب كحقوقيين، نطالب من السيد رئيس المحكمه والسيد الوكيل العام بالتحقيق، باعاده التحقيق لهذا الملف. هذا ملف احنا ما كناش بكل صراحه ما كناش باغيين نديروا تصريح، رغم اننا سجلوا مع الاخوان وبعض مجموعه ديال المنابر، ولكن ما بغيناش نديروا معها تصريح. القران في بيت الله، لاننا اللي بعد ما تفاجئوا الاخ كريم، بعد ما تفاجئنا اننا اليوم كنلقاو هذه مؤسسه لتعليم الدين ولتعليم الطقوس كذلك المسلمين والاعراف والمواثيق وزيد كنجيو كنلقاو كتمارس فيها حسب الاقوال ديالها وحسب الاقوال ديال البنت ديالها. وخير دليل ان هاد الناس هادو ديال هاد المؤسسات جاو عندي انا شخصيا وقالوا لي زعما ربما ما انتهى حتى واحد، ولكن قالوا لنا شوف كيفاش نحلوا المشكل بينهم وبين السيده. يعني راه ديك السيده بغا يقنعوني بان السيده راه السيد غير مظلوم، ولكن بعد ما طرحت عليهم بعض الاسئله وواجهتهم بالاوديوات، عندنا اوديوات كنتوفروا على اوديوات بينه وبينها، يعني واحد اوديوات بينه وبينها كان كيتواصل معها، ثانيا عندنا رسائل بينه وبينها كان كيتواصل معها. اذا هاد الناس اللي في هاد المؤسسه التعليميه لتعليم القران كاين فيه كيقول لك ما عنده علاقه بها، وعلما انه هو كان 5 سنوات هو كيقرا تمايا، ومن بعد ما كمل القرايه ديالو وزاد هو اصبح تمايا استاذ او اصبح فقيه تيقري. كذلك المسؤولين تما تعرفوه، وهما كيعرفوا البنيه عندك اكثر من 6 سنوات ولا 7 سنوات اللي كتقرا تم، يعني حفظت وصلت 30 حزب. اذا هو والسيده المشرفه على القران الغريب في الامر ان السيده المشرفه على هذه المؤسسه للنساء كتنفي كتقول انا ما كنعرفوش امام وكيل الملك، امام السيد وكيل الملك تقدمت، والمنظفه تي كتقول ما كنعرفوش. بالعكس يعني بحال نقولوا دابا ولا وكر للدعاره. واش هي 15 سنه هذه المشرفه وهي في هذه المؤسسه لتعليم القران، وهذيك السيده المنظفه كذلك كوميتان وما كيعرفوش هذا السيد 5 سنوات؟ ما يمكنش. هو كيساكن معاهم تم، وكان مزوج وكانت مراته كتقرا معاهم. لا يعقل. وان العلاقه وخير دليل ان وقع وعندنا اوديوات كنتوفروا عليهم على ان هذوك الناس ديال المؤسسه التعليميه داروا 3 اجتماعات على قبل هذه البنيه باش يتفقوا معاه على اساس باش يمشي عند البنت عند الام ديالها باش يخطبها باش يتزوجها. اذا كيتكلموا على الزواج. هل يعقل ان طفله عندها 13 سنه وتكلموا فيها مجموعه ديال الشيوخ، مجموعه الشيوخ عباد الله، ويتكلموا فيها يقولوا غادي يمشيو يخطبوها؟ لا يعقل. ثانيا ان هاد الاوديوات عندنا كنتوفروا عليهم. ثالثا ان هاد الناس علما ان هاد المؤسسه هي خصها توجه والارشاد والتربيه ان كنلقاو فيها كيتمارس في هذا الشيء. هما لا علم، هما خصهم يتحاسبوا، هما خصهم يتعاقبوا. كذلك ان الامن الوطني عفوا السلطه القضائيه بعد ما داروا البحث للسيده حسب الاقوال ديالها مسجلها كتقول ان السيده ما تصنتوش ليها امام الام ديالها، ما عندهاش حق، خاصهم يسمعوا لها والام ديالها كاينه، يسمعوا لها وحدها. ماشي معقول الدريه عندها 13 سنه الان عندها 14 سنه ويسمعوا لها؟ لا يعقل. حنا في دوله الحق والقانون، حنا كنثيقوا في القضاء، ولكن كاين ايادي خفيه، كاين هناك بعض الاشياء ربما ما فهمناش، خاصنا نعرفوها، خاص الراي العام يعرف. لا يعقل ان الطفله عندها 13 سنه تغتصب وتفض البكاره ديالها ويقولوا لي سير. واش حنا في دوله الحق والقانون او لينا كنشكوا؟ ماشي معقول هذا الشيء، حشومه. اذا نحن كحقوقيين نطالب من السيد رئيس المحكمه ومن السيد وكيل الملك باش يتحرى في هذا الملف هذا، باش يفتحوا تحقيق نزيه، وحتى ربما ما يفتحوش تحقيق يفتحوا عند الدرك الملكي، ما يفتحوش عند البوليس، عند الامن الوطني، يفتحوا عند الدرك الملكي. وحنا مستعدين ان شاء الله هذا الملف نتابعوه حتى تحقيق المطالب العادله والمشروعه لهذه السيده. هذه السيده تم الاعتداء عليها هي والبنت ديالها، وهذه السيده قصوها، وهذه السيده همشوها، وهذه السيده احتقروها مجموعه من الناس، مجموعه من الشيوخ. لا يعقل اننا في دوله الحق والقانون، هذه دوله الحق والقانون.
اين هو الحق واين هو القانون؟ في الوثائق اننا نشكو في القضاء، هناك قضاء نزيه، لكن كاين ايادي خفيه تتابع هذا الملف. فنحن نعلن تضامننا ومؤازرتنا مع السيده حتى تحقيق المطالب العادله والمشروعه، ونستنكر كل هذه المعاملات لا انسانيه ولا اخلاقيه ولا قانونيه. وتحيه لكم. شكرا لك استاذ حاتمي. يعني مشاهدينا ومتابعين في تيفي كما شاهدتوا معنا عبر هذا البث المباشر وشفتوا القضيه يعني كيف دايره. يعني راه عيب وعار انك تسمع دار القران مقر ديني اللي كيتواجد في الخياري، ان جات بنت عندها 14 عام 13 عام كتقرا فيه اغتصبت فيه من طرف احد الطلبه اللي كاينين تما. كيف السيد انه 5 سنين هو كيجي تما وانتم ما كتشوفوش؟ راه عيب وعار. حنا ان شاء الله كباسم طاقم شوف تيفي غنبقاو متبعين اطوار القضيه حتى نشوفوا النتيجه. بغينا نعرفوا كيفاش السيده اغتصبت في دار القران وما كاين حتى واحد. كيفاش السيده تمارس عليها وكانت معها المشرفه ديالها، هادشي حسب ما قالت السيده، كانت معها المشرفه ديالها وكان معها الطالب هذا. كيفاش انك كدرس القران وليتي دابا معلم ديني وكل زغبه عندك في اللحيه ديالك محسوبه عليك، وما تشبتش بالدين ودير في ذريه بحال هكا وتوعدها بالزواج وتستغل وتستغل العقل ديالها حيت هي قاصر ما عارفاش، وزعما انت راك كنتي مجوج وضيعتي دابا بنت، ضيعتها في مستقبلها، ضيعتها في قرايتها، ضيعتها في زواجها، في شحال من حاجه. ضميرك فين كان ديك الساعه؟ وضمير ديك السيده. راه خاص الناس المسؤولين والجهات المعنيه انهم يمشيو ويحاولوا يديروا واحد تحري في دار القران ويسمعوا لهاد الناس هادو وما يتغطاش هاد الملف هذا، حيت هذا ملف قوي، ملف ديال القاصر اللي مشى لها شبابه تفضات البكاره ديالها في دار القران، اللي ولات ديك السيده اللي خدامه في دار القران اللي انا حشم نقول هاد الكلمه، انا ردات دار القران رداتها وكر للدعاره. يعني مشاهدين ومتابعين شوف تيفي كنتمنى الناس المسؤولين والجهات المعنيه انهم يتدخلوا في هذا الامر في اقرب وقت ممكن، ونتلاقاو معكم في بث مباشر اخر في امان الله. الى اللقاء. لا باقي مسائل اجي باجي بالاخر كلمه سي حاتمي. اجي سي حاتمي اخر كلمه. اخر كلمه للمشاهدين وكذلك رسالتي لجميع المسؤولين. نحن في دوله الحق والقانون، نحن يعني هاد البلاد راه ماشي تبنات هكاك عبثا، هاد البلاد راه تبنات اللي وصلت الحقوق وصلت الحريات، اننا مواطنين نزهاء نعرف ما لنا وما علينا. حنا ما عندنا حتى مشكل مع دار القران، ما عندنا حتى مشكل مع اي جهه، ما عندنا حتى مشكل مع القضاء، عندنا مشكل مع الايادي الخفيه اللي حاولت تطمس الملف. هاد الناس هادو حاولوا يطمسوا الملف وحاولوا يحاولوا يعني يوجهوا الملف. فنطالب من جميع المسؤولين وخاصة السيد رئيس المحكمة والسيد وكيل العام، ونحن نعرف أن النزاهة اللي فيهم ونعرف أن العمل اللي كيقوموا به جبار يحسب لهم، لكن هذا ملف ربما ما عندهمش المعلومات الكافية. نحن كحقوقيين كنتوفروا على وثائق، على رسائل، وكذلك كنتوفروا على اوديوات العلاقه اللي كانت بينه وبينه. اذا هنا كل ما يثبت اذا هنا كيدل على ان كانت العلاقه والسيد ملي مادام ما كاين العلاقه بينه وبينه كان حاول جا عند الام ديالها ويتزوج بها ويخطبها، والام قالت له بان بنتي باقا صغيره عندها 13 سنه. اذا هنا ملي كانت عندها 13 سنه و6 اشهر وهي العلاقه كاينه، يعني كما تقول الام ديالها 3 عام ونصف تقريبا. لذلك نقول لكل المسؤولين ونطالب من جميع المسؤولين ان يقوموا بالعمل ديالهم ويديروا الخدمه ديالهم باش نوصلوا الحقيقه، لان هاد السيده هذه كنعتبروها انها تم يعني تحقرات وما تنصفتش، خاصها تنصف وخاصها الحقوق ديالها لهذه البنيه هذه، لاننا نحن في دوله الحق والقانون، وهذا الملف راح متابعينه ان شاء الله حتى تحقيق المطالب العادله والمشروعه للسيده. وشكرا. شكرا لك استاذ حاتمي. يعني مشاهدين ومتابعين شوف تيفي كما شاهدتوا كان معنا
سي حسن حشيمي، وكانت معنا الام ديال البنت، وان شاء الله باقي غادي تشوفوا اطوار